هزيمة الزمالك المستحقة بسبب مدربه الجبان. ليه؟ فيريرا إنسان أكاديمي جدا، مدرب أكاديمي جدا، هو مش كوتش. يعني هو إزاي يقدر يعد اللعيبة بدنيا، يقدر يخليهم واقفين على رجليهم كويس، يقدر يخليهم إن هم يعمل لهم خطة قبل اللعب والكلام ده كله. إنما أي حاجة تطرق عليه جوه الماتش نفسه ما بيعرفش يتصرف معاها. انسان غريب. قبل الماتش كل مصر وكل العالم لو هم متابعين فريق الاهلي والزمالك هيعرف ان الزمالك هيهاجم وهيلعب على بزيرة. قام الاهلي عمل ايه؟ نزل خلى كل هجومه تقريبا من ناحيه الشمال ناحيه بزيرة. ليه؟ عشان بزيرة نفسه ما يوصلوش الكوره، يفضل الجبهه دي مش عارفه تشم نفسها. فطبيعي جدا لما انت تعمل كده كفريق، انت مش عارف تهرب بزيرة من اللعب. وكمان مخلي واحد عليه زي كوكا بيلعب عليه، عمال يلعب ناشف عليه جدا. كل ما يستلم الكوره هو متعمد ان هو يزقه عشان يوقعه وما يخلوش يشم نفسه ولا يعرف يلف بالكوره. مجرد انه لو لف وشه هياكله وهيروح واحد يعني على طول هيعدي منه وهيعمل هجمات خطر. طيب دلوقتي انت كمدرب لقيت الفرق اللي قدامك كلها بتلعب ناحيه الجبهه اليمين بتاعتك، عشان عمر جابر ما يعرفش يعمل الاوفرلاب مع بيزيرا، ولا الجبهه دي تعرف تعمل اللعب صح. وفي نفس الوقت ادم كايد عمال انت بنفسك بعد ما جبت الجون عمال تسحبه وتخليه رابع في نص الملعب خوفا من الهجمات المرتده، بيقلب خامس ورا، بينزل ناحيه الشمال، ولما الكره بتبقى الناحيه الثانيه بينزل بيخش خطوتين يبقى في نص الملعب. فانت اكنك عملتها 5-3، واحد اللي هو ناصر منسي وواحد اللي هو بزيرة محدود ناحيه اليمين. يا باشا طب ليه بتعمل كده؟ انا كان الحل بسيط جدا. انت طالما كده كده بتدافع بادم كايد وعمال تحطه الناحيه التانية، تنزله يدافع باك، ينزل خامس ورا ناحيه الشمال ويخش يضم، وانت عمال ده واحد اتنين تلاته اربعه عمال تتضرب من ناحيه اليمين، عمال الهجوم كله من ناحيه اليمين على عمر جابر. ما تخلي ادم كايد طالما كده كده انت بتدافع بيه، ما تخليه هو اللي ينقل ناحيه اليمين، وهرب انت بزيرة وخليه هو في نص الملعب، هو ناصر ماهر. خليه هو في نص الملعب. انت مجرد ما تعمل حركه زي دي هم نفسهم هيرتبكوا، مش هيعرفوا يعملوا ايه. مش كوكا مش هيسيب مكانه وهينزل مع بزيرة، لا مش هيعمل كده عشان مكانه ما يتضربش. لان انت هتحط برضو ادم كايد. ما هو ادم كايد ده مش لعيب عاله يعني، ما هو برضو لعيب كوره، ما هو ممكن يعمل هجمه مرتده من ناحيته. يبقى انت بالتغيير ده كنت انت دفعت كويس ناحيه اليمين اللي هم شغالين عليها ان هم عاملين يدافعوها، وهربت بزيرة نزلته في نص الملعب يستلم كوره هو وناصر ماهر ويبتدوا يطلعوا الفرقه صح. حتى لو انت عايز تلعب 10 تحت الكوره بعد ما جبت الجون، انما انت فضلت مسلم بزيرة ناحيه اليمين، وعمال كوكا كل ما يستلم كوره يروح ضربه وموقعه على وشه وياخد خد يا عم فاول طالما انت بعيد عن المنطقه. وفي نفس الوقت الجبهه مش عارفه تشم نفسها، وعمر جابر ما طلعش خد مشوار واحد طول الماتش. حرام حرام. والهجمات اللي بتضيع دي، واحده لعدي الدباغ في اول الماتش، والتانيه بتاعت ناصر ماهر اللي جت جنب العارضه. في رعونه جامده جدا، واهم حاجه الشكل يبقى الجون شكله حلو. وللاسف يعني ناصر ماهر ده هي دي آفة فيه. انما عدي الدباغ انت مهاجم، ازاي الكره دي تضيع؟ دي جايه لك على شمالك ومظبوطه والكلام ده كله، بتشوطها في رجليه. يا عم ده انت لو واحد لعيب كوره في الشارع قسما بالله هيعليها شويه عشان تعدي، هيعليها وجايه لك على شمالك ومظبوطه وكل الكلام ده كله. برضو انت يعني معرفش ليه الرعونه دي، حرام. والكوره الاخيره اللي في اخر الماتش اللي هو اللي جت بتاعت عمرو ناصر في العارضه برضو، لما قررنا نلعب باتنين مهاجمين بس بعد ايه؟ بعد ما انت ركبتهم عليك في الماتش وخليتهم رايحين جايين رايحين جايين. واوعى تفكر ان الاهلي كسب عشان هو اجمد، لا لا لا، ده بقى ده كسبه بالصدفه. ده كابتن عماد النحاس يعني اضطر ان هو ينزل اصلا حسين الشحات لما اتصاب عنده طاهر. ف فمكسب يعني. هم نفسهم مش مقتنعين بحسين الشحات عشان ينزلوه من اول الماتش، عارفين ان هو عنده مشكله كبيره ان هو يقدر يرد مع الباك اللي معاه. فعشان كده يعني خلوه اللي هو تغييره لو حصل حاجه. وفعلا حصل الاصابه بتاعت طاهر وكانت في خدمتهم، الماتش خدمهم ان هو نزل. فهو شاف اللعب كله وهم قافلين بادم كايد الزمالك. ادم بيقفل الخامس ورا، وفي نفس الوقت نفس الثغره اللي بيجي فيها مننا الاجوان عند البوكس من ناحيه الشمال اللي هي قدام حسام عبد المجيد. دايما بيجي الاجوان في الزمالك من الحته دي. فهو نزل، هتلاحظ ان هو لما نزل ما خدش الوينج زي طاهر، فضل واقف في المنطقه دي عشان يستلم الكوره لا في الباك باص.
فحرام والله. يعني انت مدرب غريب، عندك جون اللي بيجي فيك دايما بيتكرر كل مره، وانت كمدرب نزلت ومصر كلها كانت عارفه ان هو هيتلعب من الزمالك على بزيره، فوقفوا الهجمه دي الجبهه دي وابتدوا ان هم يهاجموك من ناحيتها. خلاص يا باشا يلا نزل بقى وهرب انت الناس. ولو انت حاسس ان هو ادم كايد كان تعب، بديله استحاله يكون احمد شريف في الماتش ده. البديل بتاعه كان في الماتش ده المفروض يبقى احمد حمدي. يبقى احمد حمدي طالما انت كده كده بتخليه مش وينج وبينزل هو ينزل يضم يبقى رابع في نص الملعب او يقفل ناحيه الشمال، كنت نازل احمد حمدي على الاقل لما هينزل وهيستلم الكوره في نص الملعب بيقدر هو عنده القدره ان هو يقدر يمشي بالكوره ويقدر ان هو يخترق ويقدر ان هو يعمل 1 2 مع حد ويروح وعنده نفس لسه. انما منزل لي احمد شريف في ماتش زي ده، ما بتنزلوش اصلا في ماتشات اسهل منه بكتير. حرام عليك. المدرب هو اكاديمي، مش كوتش. جبان جدا كرويا. اول ما جاب الجون لعب ب10 تحت الكوره وفضل مصمم على ان احنا هنطلع بهجمه مرتده. هو مش عامل طريقه مناسبه عشان نطلع بالهجمه المرتده دي على بزيرة زي ما هو كان ناوي. فاللعيبه كلها فضلت واقفه تدافع 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 تدافع، وطبيعي لما تدافع قدام فرقه 45 دقيقه كامله طبعا هيجي فيك اجوان، طبعا هيجي فيك اجوان. فحرام عليك، ليه تضيع مننا ماتش زي ده؟ انت كمدرب تنفع مساعد مدرب كويس جدا، انما انا كزملكاوي انا مش عايز اقول ان انا بطالب ان انت تمشي عشان المشروع وجون ادوارد والكلام اللي هو بيقوله، وانا عارف ان الاستقرار بيجيب، بس الاستقرار بيجيب مع مدرب هو اوريدي عنده فكر في ان هو يكاتشن. هو مدرب اكاديمي بيرص لك الرصه التمام ويحفظ اللعيبه والكلام ده كله. تعالى بقى اديله تركه في الملعب ما يعرفش يحلها، فده مش كوتش. انت محتاج واحد صايع كوره، صايع. جوميز كان صايع كوره، بيشوفهم بيعملوا ايه يروح مدالهم من الناحيه التانيه، يبقوا واقفين مش عارفين يلموا عليه من اليمين ولا من الشمال ولا من العمق. حرام اللي بيحصل ده. والله 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 ان الزمالك والاهلي، الاهلي كان سهل جدا تكسبه النهارده. من اول 10 دقايق انت كنت تقدر تبقى 2-0. والله والله الاهلي مش مخيف تماما، ودفاعه زي السكينه في الحلاوه بيتعدى فيه. يعني انا يعني هو المكسب كمان جه صدفه بسبب اصابه طاهر. فاوعى تفكر ولا حد يزيد بقى والاهلاويه واحنا والجامدين ما فيش الكلام ده. يا بقى انت لغايه ما نزل حسين الشحات انت ما عملتش هجمه واحده خطر، حرفيا ما عملتش هجمه واحده خطر، ما رحتش للجون اصلا عندنا. فالمكسب النهارده سببه اولا فريرا، لانه مدرب جبان كرويا جدا 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 وما بيعرفش يكاتشن الماتش كويس، والصدفه اللي خدمت الاهلي بنزول حسين الشحات وهم مطيرين كل اللعيبه. لو الزمالك بس كان قدر ان هو يهرب بزيرة ويحطه في نص الملعب ويدافع كويس ناحيه اليمين اللي هم عمالين يهاجموه منها، كان كابتن عماد النحاس لانه برده مش كوتش، هو برده مش كوتش عشان يقرا اللعب بطريقه كويسه، ما كانش هيعرف يسد عليك في اللي انت لو نزلت له بزيرة في نص الملعب هو وناصر ماهر، كنت هتلاعب ناس صح والاثنين هيعدوا والاثنين يعملوا انتوهات والاثنين صيع صيع كوره زي ما بيقولوا، كانوا هيدقلجوا نص الملعب بتاع الاهلي. فوالله والله والله الفريق كويس. الفريق ده احنا كزملكاويه عارفين كويس جدا ان هو لو كان مثلا في ايام جوميز او حتى كابتن ايمن الرمادي كان هيبقى الشكل افضل من كده بكتير. احنا مشكلتنا في المدرب على جون ادوارد انه لازم يبتدي يتكلم مع المدرب لو هو مش هيمشي انت ازاي في الخطوات بتاعتك، او انت ازاي ما بتعرفش تكاتشن او بتحط الفرقه صح وما بتعرفش تكاتشن اللعيبه في الملعب وبتغير خطط وما ينفعش ان احنا نعتمد على شكل واحد والكلام ده كله. فحرام. فلازم عشان ما نهدش المشروع وما نبقاش احنا سوداويين لازم نتكلم مع المدرب ده كويس لو هو هيستمر، او لو مش هيستمر لازم نجيب حد صايع كوره. لعيبه الزمالك صغيرين في السن، 90% منهم صغيرين في السن تقريبا، هم اكبر اتنين في الملعب هو عمر جابر وعبد الله سعيد، والباقي كله صغير جدا في العشرينات. فالفرقه دي عندها سن صغير، عندها لياقه بدنيه عاليه، عندها فكر، عندهم شكل، محتاجين مدرب يعرف يوظفهم صح للاسف.
هارد لك للزمالك، مش نهاية المطاف، هنقاتل على الدوري، وإن شاء الله الدوري بتاعنا. والأهلي أنا متأكد مليون في المية إن هو بالطريقة دي هيقع. وأتمنى إن هم ينخدعوا في إن فكرة إن عماد النحاس كسب الزمالك فيفضل مستمر. يا رب يستمر، لأن استمراره معناه إن الأهلي هيقع أكيد. زي ما استمرار فريرة معانا إن إحنا برضو هنقع برضو أكيد. الأمل كله إن ناس حكيمة تتكلم مع الراجل اللي معانا فريرة، وتبتدي تقول له العيوب بالظبط. ولو الراجل ده ما عندوش الفلكسبيليتي إن هو يبقى بيفهم ويغير من طريقة تفكيره، يبقى ما ينفعش مع المشروع الزملكاوي. وللأسف بعد الموسم لو هو هيكمل ما ينفعش يكمل موسم تاني مع الزمالك، عشان ما نهدمش المشروع، وعشان ما يجيلناش حد زي جون ادوارد بحجه ان احنا ضغطنا عليه كجمهور عشان يمشيه والكلام ده كله. لا، اعمل صح، بس كلمه. انت مدير رياضي، معناه ان انت ليك تدخلات وتدخلات فنيه، فانت لازم تتكلم معاه. يا رب تكون الرساله وصلت. سلام.